فينجر يفجرها ويسكب الزيت على النار. المدرب الأسطوري أرسن فينجر لا يجامل أحداً، ويؤكد أن بايرن ميونخ تعرض لظلم تحكيمي صارخ أمام باريس سان جيرمان. قبل التفاصيل، ادعمنا بمتابعة للحساب ولايك للفيديو. اللقطة التي حبست الأنفاس حين اصطدمت كرة فيتينيا بيد زميله جواو نيفيز داخل منطقة العمليات، مرت مرور الكرام على صافرة الحكم، لكنها لم تمر أبداً على عين البروفيسور الخبيرة. فينجر خرج عن صمته وقالها بالفم الملآن: ضربة جزاء لا غبار عنها، وقرار الحكم كان غريباً وغير مجرى اللقاء تماماً. نعم، هي لغة الملاعب. فينجر يرى أن العملاق البافاري استحق ركلة جزاء شرعية كانت كفيلة بقلب الطاولة في قلب العاصمة الفرنسية. الجدل يشتعل، وتصريحات أرسن ستشعل المنصات. فهل أخطأ الحكم فعلاً وتجاهل صرخة الألمان؟ المدرب الفرنسي السابق حسم الجدل: ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس، والبايرن خرج من الميدان، وفي جعبته تساؤلات كبيرة حول صافرة لم تنصفه في ليلة الأبطال الكبرى. هكذا يراها الخبير، وهكذا اشتعلت المنافسة خلف الميكروفونات.